السلام عليكم بنات، كدايرين؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم معايا. اليوم جيت نشارك معكم واحد الوصفه، وهي الحوت مع بالخضر في الفران. كيجي زوين وصحي مفيد للاطفال والكبار. كان عندي واحد جوج حوتات. هذه انا فاش مشيت لعمان دابا من الدار ديال اختي. عندنا البيض، بصله، ثومه، هنا البهارات يعني البزار وسكينجبير تحميره وحد دامة كنور. عندنا هنا البصله البطاطا والثومه. هنايا البقدونس يعني ضربته مع البهارات، والحامض مصير. تناخدو الطاوه كنستفو فيها الخضار، البطاطا والبصله والفلفله ملونه. كنحطو الجزر حتى هو راه مفيد وصحي بالنسبه للاطفال. وكيلقى لينا نيت على الطاوه باش ما تحرقش لينا الحوت من التحت. ممكن نديرو الشرموله، كنديرو فيها زيت العود، زيت العاديه. كناخدو شرموله ديالنا كنحطوها مزيان، كنحكو بها الحوت من داخل ومن برا. هنا ما شاء الله عندنا الحوت كبير، وعندنا فيه البيض خليته انايا ما حيدتوش حيت زوين وصحي. وإلا كانت الحوته كبيره يعني وغليظه بزاف راه كنحاولوا نفلحوها شويه باش تدخل لينا العطريه ديالها داخل في الحوت. هاد البهارات راه كتجي زوينه وكتجي بنينه الحشوه، يعني البزار والثومه والسكينجبير والملحه الخرقوم، تحميره، حامض مصير حتى هو كيجي زوين. هاد الشرموله ديالو كنحاولوا ندخلو مزيان هذيك العطريه في الحوت، ندخلوها من الداخل ومن برا. من بعد كنحطوها فوق ديك الخضر اللي قطعنا دواور استفناها، وكنستفو فوق منها ثاني كنزينوها بطبقه من الخضار، يعني الفلفله بالالوان والجزر والبطاطا والزيتون والحامض شرائح حتى هو الحامض مصير. من بعد تندخلوها بالفران، نحاولوا نغطيوها بالالومنيوم وندخلوها الفران تطيب تجي شهوه منها. وشكرا على انتباهكم. حاولوا ما تنساونيش من لايك وشير وسبسكرايب، دعموني. المهم لاصوص اللي كيبقى راه كنزيدو فيه شويه الماء، وكنحاولوا نديروه بين الجناب يعني ديال الحوت في الطاوه باش ما يتحرقش لينا.